السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان في فيديو جديد معانا النهاردة. هنبدأ مع حضراتكم في البداية. طبعا شايفين جملة أكبر قلعة رياضية في مصر عملت طبعا مشكلة بين جماهير الكرة المصرية، وخصوصا جماهير النادي الأهلي وجماهير نادي الزمالك، لأنهم قطبي الكرة المصرية طبعا في الرياضة المصرية. ف جمهور النادي الأهلي غضبان وزعلان من الجملة اللي قالها حسين لبيب طبعا في أحد المؤتمرات، وكانت بداية المؤتمر وأول كلمة يقولها كانت الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر. فده اللي أثار طبعا غضب جماهير النادي الأهلي، وإنهم شايفين طبعا فريقهم هو أكبر قلعة رياضية في مصر بالأرقام وبالبطولات وبكل شيء، وحتى عدد الفروع. نادي الزمالك عنده فرع واحد، أما الأهلي عنده 4 فروع، منهم طبعا الشيخ زايد والتجمع والفرعين الآخرين. فكان في طبعا مشادة بين كابتن إكرامي حارس النادي الأهلي ووحش أفريقيا، وطبعا أيمن عبد العزيز بسبب هذه الجملة. أيمن عبد العزيز بيقول الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، وده حقنا اللي احنا نقوله. فرد عليه كابتن إكرامي رد قوي جدا، وقال له بخصوص إنكم أكبر قلعة رياضية في مصر من حيث الأرقام الأهلي أكتر، من حيث البطولات المحلية الأهلي أكتر، من حيث البطولات الأفريقية والقارية الأهلي أكتر، من حيث عدد الفروع حتى والإنشاءات الأهلي أكبر منكم. انتوا اكبر قلعه رياضيه في مصر بمناسبه ايه؟ وده كان رد كابتن اكرامي على ايمن عبد العزيز طبعا مع مهيب عبد الهادي في برنامج اللعيب على قناه ام بي سي مصر. نروح بقى لمباراه السوبر المصري اللي خلاص بدايتها هتكون بكره ان شاء الله، بداية من مباراة الزمالك وبيراميدز اللي هتكون الساعة 4 إن شاء الله. وطبعا ثم مباراة النادي الأهلي اللي هتكون الساعة 8 مساء على ملعب محمد بن زايد إن شاء الله يوم الأحد غدا إن شاء الله. المباريات هتبدأ طبعا ابتداء من مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الأهلي وسيراميكا مساء. النادي الأهلي استعد خلاص واتدرب تمرينته النهاردة عشان طبعا مباراة الغد إن شاء الله، وفي تمرين صباحي بكرة للنادي الأهلي قبل المباراة طبعا، ثم التدريبات اللي هتبقى قبل المباراة بنصف ساعة اللي هم بينزلوا يسخنوا في الملعب، وكده يكون النادي الأهلي أتم استعداداته لمباراة سيراميكا كليوباترا إن شاء الله. والزمالك أيضا كان بيتدرب النهاردة صباحا، وأيضا هيتدرب صباح الغد قبل مباراة بيراميدز اللي هتكون الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر طبعا في العاصمة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية الشقيقة. نادي سيراميكا زي ما كلنا عارفين مشارك كبطل لكأس الرابطة، أما النادي الأهلي مشارك كبطل لبطولة الدوري العام المصري. وطبعا نادي بيراميدز مشارك كبطل لكأس مصر امام في المباراه طبعا اللي خدوا البطوله من نادي زد فيها. وبالمناسبه النادي الاهلي كان انسحب من بطوله كاس مصر هذا العام، وده السبب ان بيراميدز ياخد هذه البطوله. كلنا عارفين ان النادي الاهلي عقده بيراميدز في المباريات الكبيره والمباريات النهائيه، فده كان سبب من اسباب ان بيراميدز ياخد بطوله كاس مصر. والزمالك مشارك طبعا بالكارت الذهبي المقدم طبعا من قبل المسؤولين في اتحاد الكرة ورابطة الأندية عشان الزمالك يشارك في بطولة السوبر المصري المقامة في دولة الإمارات العربية بالعاصمة أبو ظبي. بكده نكون انهينا كلامنا مع حضراتكم النهارده. في نهايه الكلام ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، واحنا هنوصل حضراتكم اول باول ان شاء الله. وفي نهايه الكلام سلام.